ده يعتبر أول يوم فعلي لينا في الغردقة، فلو انتوا أول مرة بتيجوا الغردقة ما تنسوش تعملوا فولو وتتابعوا السلسلة ديت عشان هتلاقوا فيها شوية حاجات زبد، وحرفيا هتلاقوا فيها الخلاصة كلها عشان خاطر ما تحتسوش الحوسة اللي أنا احتستها. لما سألتكوا على أفضل شط رملي وبيسمح بدخول أكل ومناسب للأطفال كلكم رشحتولي بلا استثناء المشربية، وهو موجود في الممشى السياحي. وخليني أقول لكم إن انتوا كان معاكم حق، وده من أفضل الشواطئ اللي ممكن تكونوا دخلتوها في أي حتة بالنسبة لفئة متوسطة طبعا. وأنا اكتشفت إن هم عندهم سكن فسألتهم قالوا لي إن الشاليه عندهم بيبتدي من أول 2500 جنيه، وهو عموما مكان لطيف وهادي وفيه زرع شكله حلو جدا وفيه بيسين، ولكن أنا لم أفضل أبدا إن أنا أنزل البسين، أنا استكفيت بالبحر. ولكن لو حد بيفضل إنه ينزل البسين فهو كان شكل المياه نظيف وكان شكلها حلو جدا. الجو حرفيا كان تلج، كان ساقع جدا، ولكن القعدة كانت حلوة والاستاف كانوا محترمين جدا، ولما بنطلب منهم أي حاجة بيعملوها لنا. وكنت متوقعة إن على الزحام الشديد اللي أنا لقيته في رحلتي من القاهرة للغردقة إن أنا هلاقي الدنيا زحمة زحام مش طبيعي، أنا لقيت العكس. خليني أكلمكم عن جمال المشربية في الديكور بتاعها أو في التصميم بتاعها، رهيب، تدي إحساس وإيحاء بمصر القديمة فعلا. الحمام كان عامل شو قدامها بقى تحفة، كانوا بياكلوا وعمالين يطيروا ويعملوا أشكال، كان شكلهم حلو قوي. روحنا وغيرنا وريحنا شوية لأن كانت الدنيا شمس، بس الجو في البحر كان ساقع قوي. ناس كتير في الفيديو اللي فات سألوني على كيدز اريا، فديت كيدز اريا بتاعت شط العائلات اللي هي في منطقة القيادات أو قريب العربية. ألعاب لذيذة الواحدة ب30 جنيه. الله يعيننا على العيال اللي بتحب دواخين يا لمونة اللي بيركبوها. تذكرة شاطئ العائلات ب20 جنيه، فاتمشينا على الشط وبصراحة كانت أمسية رهيبة. وحقيقي أجواء الرحلة المرة دي بالنسبة لي غير كل مرة وأحسن من كل مرة. لعبنا وخلصنا، جوعنا طبعا فرحنا لبوسكا، ودي كانت تاني تجربة ليا فيه. هو طبعا غني عن التعريف، ولكن هو في حاجات هو فيه حلو فيها وفي حاجات هو اوفر ريتد فيها. هو قعدته لذيذة وفعلا الواحد ما بيبقاش عاوز انه يمشي. وهنا كان في عيد ميلاد وكانوا بيعملوا احتفال لصاحب العيد ميلاد، فأضافوا بهجة زيادة للقعدة والدنيا كانت لذيذة جدا. أول حاجة طلبتها شوربة فراخ بالمشروم، كلمة رهيبة دي قليلة، سخنة وتحفة، يعني 10/10. أنا كان نفسي إن أنا آكل باستا بالجمبري، ولكن هم قالوا لي إن هو مش عندهم أي سي فود خالص، والشوربة سعرها 99 جنيه بدون الخدمة والضريبة. وحقيقي مش ببالغ لو قلت لكم إن انتوا هتاكلوا أحلى ميكس جريل هتاكلوه في العالم من عندهم. أول مرة أكلت نجريسكو، والنهاردة باكل كوردن بلو بالباستا برضو، والباستا فعلا ما تستحقش أكتر من 6 أو 7/10، مش حلوة يعني، مش يعني هي واخدة ضجة كبيرة قوي في الباستا، وهي أنا شايفاها عادية أو أقل من العادية، أو يمكن أنا اللي عليت سقف توقعاتي عشان كتير كانوا بيقولوا إن هي حلوة قوي، ولكن الأكل عموما حلو، يعني ياخد 8/10. جماعة الزهراء فرع الكوثر ماله هو كويس، يعني الأسعار اللي احنا شفناها جوه دي طبيعية. اتصدمنا ومشينا وروحنا. أول يوم لينا خلاص خلص، ولكن رحلتنا لم تنتهي بعد. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو لو مش عاملين فولو، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.